في 10 دقائق حتى نعطيه شوية أفضل، ثم ندخل في موضوع حلقة اليوم عن قصة خلق القرآن. والآن تفضلوا مع الدور للسيد حسن السقاف. مرحبا بك مرة أخرى وتفضل. يا هلا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحاول أن أجيب سريعا على ما مر. بالنسبة للأستاذ الدكتور النجيمي حفظه الله، قال بأن ابن تيمية لا يكفر، ونقل لنا نصوص كثيرة أنه لا يكفر، وأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم ينقل عنه التكفير. سأختصر جدا جدا سطر واحد. أقول للأستاذ النجيمي حفظه الله، قال الإمام الذهبي في كتاب القيم سير أعلام النبلاء في المجلد 11 صحيفة 288، قال أبو إسماعيل الترمذي ابن تيمية نبدأ بالمشاكل وقال أبو إسماعيل الترمذي سمعت أحمد بن حنبل يقول من قال القرآن محدث فهو كافر. وعدنان عرعور قاعد يقاطعني ولا يريد أن أقول الحق، وأنا تركت بكل أدب واحترام، سكت لجميع الإخوة الذين تفضلوا وتشرفوا. صح صح، هذا صحيح. تفضل، أنت سكت واستمعت وعندك الحق تجيب دون مقاطعة. تفضل. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في المجلد 11 صحيفة 288، قال أبو إسماعيل الترمذي سمعت أحمد بن حنبل يقول من قال القرآن محدث فهو كافر، مع أن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هذه قضية. القضية الأخرى قضية الشيخ ابن تيمية. الشيخ ابن تيمية يقول في الفتاوى الكبرى في المجلد الأول صفحة 1، يعني استفتح ابن تيمية الفتاوى بهذه الفتوى، انظروا إليها وراجعوها حتى تقولوا إني أحرف أم لا. يقول ابن تيمية عندما سأله رجل، سئل في رجل يصلي يشوش على الصفوف بالجهر بالنية، يعني في إنسان يجهر بالنية في الصلاة، يقول نويت أن أصلي 4 ركعات في الظهر، الله أكبر. سئل ابن تيمية شو رأيك؟ فقال الجواب بالحرف: الحمد لله، الجهر بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين، ولا فعله رسول الله، ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، ومن ادعى أن ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريف الشريعة واستتابته من هذا القول، فإن أصر على ذلك قتل. يعني تصور ابن تيمية يرى أن الذي يخالف في مسألة فقهية يجب أن يقتل. النية في الصلاة يا جماعة يا ناس، أول صفحة في الفتاوى. هذا الجواب على أخي الفاضل الدكتور النجيمي. بالنسبة لأخي الفاضل عائض، الله يسددنا وإياه إلى الصراط المستقيم، الحقيقة أنا في الحلقات السابقة يعني ظننت فيه خيرا أكثر من اللازم، ولكن لا أدري لماذا يرميني بأشياء أنا بريء منها. يقول إنه أنا أنفي عذاب القبر، وأنا أنفي كذا، وأنا أنفي كذا، والسمع والكلام والبصر. الآن ما قال السمع والكلام والبصر، لكن اتهمت في الحلقات الماضية من الإخوة السلفيين، من الإخوة أتباع مدرسة، ممن يتكلمون من بعض الناس، من بعض الناس أيوة. المشاهدين أنني أنفي السمع والكلام والبصر. طبعا أنني أرى أن هذه الأفكار أتتهم من تشويش هؤلاء الإخوة علي، وهذا كلام مش صحيح. أولا، كتابي صحيح شرح العقيدة الطحاوية الآن بين يدي، ويمكن للأخ الدكتور الهاشمي أن يثبت الإيمان بنعيم القبر وعذابه، الذي هو نعيم البرزخ وعذابه في الحقيقة. لقوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم. فأنا أثبت عذاب القبر ونعيمه. أيضا زيادة معلومات، المعتزلة واللي بسموهم جهمية أيضا يثبتون عذاب القبر. فما يقال في بعض الكتب أن المعتزلة تنكر عذاب القبر، وللأسف المعتزلة ما في إنسان يكون مندوب عنهم حتى يجاوبوا عن أنفسهم، لأنهم انظلموا كثير بهالحلقات. المهم، رجعت أيضا إلى كتب المعتزلة فوجدت أنهم يقولوا لا خلاف بين المسلمين في ثبوت عذاب القبر. ثم قضية البعوضة، فابن تيمية أتى بها وأقرها، والله عز وجل يتنزه. في الحلقة الماضية أو التي قبلها يقول الأخ عدنان عرعور إنه شو فيها يا أخي، ربنا على كل شيء قدير،
لو بده لو شاء يعني لو شاء قال يستقر على ظهر بعوضة. طبعا هذا أنا بشوف إنه طبعا المستحيل هذا في الإسلام، لأنه الله عز وجل منزه عن الحوادث والحلول، وبالتالي يستطيع أي إنسان ملحد أن يقول لو شاء الله لدخل في كاسة المي هاي وسكرنا عليه. لا، لو شاء وما قدر الله حق قدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وأكمل فأقول: وأما التكفير الذين يقولون إنه السلف قالوا ما بنكفر، وأحمد قال ما بنكفر، وابن تيمية قال لا يكفر، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى المجلد الأول صحيفة 244: بل اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال القرآن مخلوق وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. انظروا الآن وتأملوا، انظروا يا أيها الإخوة وتأملوا في هذه الكلمات. الآن الأخ عايض الله يسدد خطاه ويهدينا وإياه إلى سواء السبيل يقول إنه شيخ الإسلام ابن تيمية ما قال إنه الأشاعرة مخانيث، وإنما نقل ذلك. الآن ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى المجلد 14 صحيفة 349: وأما الكلابية فيثبتون الصفات في الجملة، وكذلك الأشعريون، ولكنهم كما قال أبو إسماعيل الأنصاري الجهمية الإناث، وهم مخانيث المعتزلة. فابن تيمية بكل وضوح يقول هم فعلا، يعني فعلا هذا ترجمة كلامه، ولكنهم الأشاعرة كما قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الجهمية الإناث، وهم مخانيث المعتزلة. فهذا صريح بأنه ابن تيمية يأتي بقول إنسان ويوافق ويقول فعلا هم مثل ما قال أبو إسماعيل الأنصاري هم مخانيث المعتزلة. طبعا هذا لا يقال إنه هذا كلام أبو إسماعيل الأنصاري وليس كلام ابن تيمية. ثم أورد أمر آخر: أيها الإخوة الكرام المشاهدون، ورد كلمة كافر في كتب ابن تيمية 917 مرة. هاي في CD بتطلعوا كتب ابن القيم وابن تيمية، ورد فيهما كافر وصف الناس كافر 917 مرة، كافر مرتد 29 مرة، حلال الدم 19 مرة، فإن تاب وإلا قتل 97 مرة، يقتل 849 مرة، يستتاب 219 مرة، يضرب عنقه أو ضربت عنقه 39 مرة. وكل هذه الأعداد يدعو إلى السلام ويدعو إلى الحنية، ولا يدعو إلى تكفير المسلمين، وليست كتبهم فيها أي شيء من تكفير المسلمين. مساكين مظلومين والله، حسن السقاف وابن حجر والسبكي والعراقي وغيره من مئات العلماء اللي عندي أسمائهم نقدوا هذه فكر ابن تيمية، مساكين ظالمين ابن تيمية وابن القيم الجوزية يعني. ولذلك أنا أرى إنه ابن تيمية ينتسب إليه الإسلام الإرهابي في هذا العصر. فتشوا ادرسوا الجماعات الإسلامية، هاي بحوث علمية وحوارات، ادرسوا الجماعات الإسلامية المعاصرة تجدوا أن استقاءها من ابن تيمية. والسلام ختام، وأشكركم وأشكر من يتهمني بالباطل وسامحه الله. شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، الآن نعطيكم